بمشاركة إبراهيم عبد القادر دياز، المغرب يهزم أنغولا بالنيران الصديقة. فاز منتخب المغرب على ضيفه منتخب أنغولا بهدف مقابل لا شيء على ملعب أكادير في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز لديفيد كارمو لاعب منتخب أنغولا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72. ويستعد منتخب المغرب لاستكمال مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة الخامسة مع زامبيا والنيجر وتنزانيا والكونغو. كما يستعد منتخب أنغولا لاستكمال مشواره في ذات التصفيات، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة مع الكاميرون والرأس الأخضر وليبيا وموريشيوس وإسواتيني سوازيلاند سابقا. الأسود الذين خاضوا المباراة بالقوة الضاربة مدعومين بالوافدين الجدد عبد الكبير عبقار وإبراهيم عبد القادر دياز وإلياس بن صغير استهلوا المواجهة بقوة وضغطوا على مرمى أنغولا، وتم إهدار مجموعة من الفرص السهلة عن طريق أيوب الكعبي، كما حاول إلياس بن صغير التسديد بقوة، إلا أن الحظ خانه في كثير من الكرات لينتهي الشوط الأول بصفر لمثله. ولم يتغير الوضع خلال الجولة الثانية، إذ تواصل صمود دفاع منتخب أنغولا، ثم انبرى إبراهيم دياز لتسديد كرة حرة، لكن تصويبته علت القائمة بقليل. ودفع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بسفيان رحيمي مكان أيوب الكعبي الذي أهدر العديد من الفرص، وأمير ريشاردسون مكان عز الدين أناحي، وأرسل يحيى عطية الله عرضية، وتدخل سفيان رحيمي مع ديفيد كارمو لاعب أنغولا الذي أكمل الكرة في مرمى فريقه ليتقدم الأسود في الدقيقة 72. الهدف مكن المنتخب المغربي من أن يتحرر قليلا وليقدم وليد الركراكي على استبدال حكيم زياش وسفيان مرابط وإقحام كل من نصيري وأسامة العزوزي. وترك دياز مكانه لبلال الخنوس ليحظى بعاصفة تصفيق من الجماهير رفقة بن صغير الذي عوض إلياس أخماش، ثم انتهى اللقاء بفوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء.